السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم هذا مزيل مكياج العيون. يعني بزاف ديال البنات كيهتموا بالبشره ديالهم، كيهتموا يعني بالوجه خاصه، ولكن ما كاينش واحد العنايه خاصه يعني للعيون والعين. يعني بالنسبه للبنات اللي حنا راه العين هي المهمه، يعني ما يمكنش اي منتوج او اي برودوي نستعملوه للعينينا، لا. اولا نشدو القطن هكا عادي ونبقاو نمسحو بالماء، لانه يعني كنديرو فيهم تهيج، كنطيبوهم كيكون داك البرودوي اللي دايرين سواء كحل او ماسكارا او يعني اي شيء او فغا بوبيير من فوق العين. يعني هذيك المواد كلها كتختلط وكتدخل لينا للعين، وهذا الشيء كيشكل خطوره. بزاف البنات ما كيعرفوش الخطر اللي كيديروا. اولا كتقدر تمسح غير بشي طورشون هكا، شي شيفونه، هذا الشيء كله كيسبب لنا اضرار للعين ديالنا. ما بلا ما نهضروا على يعني الشكل كيفاش كيولي، يعني كنا كنوليو بحال شي بوندا، هذيك لا بارتي ديال العين كلها كتولي كحله. اليوم جبت لكم هاد المنتوج ديال نيفيا. يعني نيفيا ماركه غنيه عن التعريف، ما غنجيش انا نهضر عليها، يعني راه اكثر من 100 عام وهي رائعه. يعني كنستعملها انا شخصيا، كيف كتشوفوا راه هي فيها غير النص، يعني انا كنستعملها دائما، يعني اكثر من 14 سنه وانا كنستعملها. يعني كنتو دايرين الكحل، يعني دايرين ماسكارا او اي حاجه للعين، كنصحكم باش تاخذوا قطعه ديال القطن المخصص للعين. يعني ما نستعملوش اي حاجه، لان العين راه شي حاجه اللي ثمينه وشي حاجه اللي ما يمكنش لينا نعوضوها. كتاخذوا شويه، كتكبوا شويه من نيفيا. هاد نيفيا فيزاج هو هذا خصيصا ديال العينين، راه هو ديماكيون دو بور لي زيو، يعني خصيصا للعينين. وهذا الميزه ديالو انه كيصلح لجميع انواع البشره، يعني ما تخافوش منه. انا كنصحكم به، فهو يعني كيزيل الكحل بواحد الطريقه يعني جميله جدا، ما كيخليش الاثار، ما كيخليش هذاك الاثر يعني كيكون بحال اسود او رمادي. ما تحتاجوش تغسلوا عينيكم من ورا فاش تستعملوه عادي. يعني انا ديما كنستعملو كيدخل لي العيني عادي، كنمسح عيني من الداخل من الكحل، كنمسحها من برا من الفغاجو، فهو زوين. كنصحكم به. وكيف ديما اي استفسار او اي سؤال او اي معلومه فانا راه الاشاره، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوه باش يوصل لاكثر عدد من الناس ويستافدوا كيفكم. ونتمنى نلقاكم ان شاء الله على خير وفي امان الله.